اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا ست البنات، انت وهي قومي بسرعة وتشطري كده زي زوزو، وهاتيلك شوية طماطم وخزنيهم لرمضان. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليا وعليكم بألف خير يا رب. وأنا هنا بقى صنفت الطماطم يا جماعة، اشي للخضار، وشي لتخديعة المحشي، وشي لحاجات كده يعني سادة من غير أي حاجة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة التحضير ازاي. هنا يا جماعة أنا رحت منضفة شوية بصل حلوين، وجبت الكبة بتاعتي، ورحت هفرم البصل بتاعي في قلب الكبة. طيب ليه يا زوزو؟ عشان نعمل شوية تخديعة محشي وشوية تخديعة للخضار. تخديعة المحشي غير تخديعة الخضار يا جماعة، وهتشوفوا دي هعملها ازاي ودي هعملها ازاي. هنا بقى انا فرمت البصل، بصوا ناعم ازاي. طيب هتحطيه يا زوزو في الحلة؟ لا يا قلب زوزو، لازم اصفيه وهاخد المية بتاعته اهو. هنصفيه خالص كده اهو، وانا عايزه الميه بتاعته بس. يعني انا انضف، هضرب كل كميه البصل دي واصفيها واخد. بصوا بقى كميه الميه اللي نزلت من البصل. هنا بقى هجيب بتاع ازازه زيت او نص ازازه زيت. هنا ازازه الزيت بتاعتي كانت خلاص نصها خلصت، رحت مكمله تاني، ورحت جايبه البصل اللي انا فرمته وصفيته، ورحت نازله بنص الكميه كده اهو يا جماعه. انا جايبه اللهم بارك 3 كيلو بصل. 3 كيلو بصل. طبعا هنا لقيت الزيت قليل، رحت مكمله بقيه ازازه الزيت هنا اهو. وهنا الطماطم بتاعتي جبتها ونضفتها كويس جدا. وتعالي بقى يا قمرايه انت وهي هنروح ضربينها كده اهوت في قلب الكبه. وحط ميه البصل اللي نزلت عليها علشان تتسبك معاكي بسرعه. ده سر من اسرار زوزو اهو. بصوا بقى تبقى تقيله وحلوه مش مصيصله ازاي. وبقى هعمل بقى بقيه الكميه، بصوا تقيله وجميله ازاي يا جماعه. هنا بقى يا دوبك البصله لونت عندي كده اهو تدبل بس، ورحت نازله بقى هنزل بكميه الطماطم اهو، اللي انا هاخدعها للمحشي. دي لتخديعه المحشي يا جماعه اهو. هنزل بقى اهو، نزلت بقى كلها. بصوا تقيله وحلوه ازاي. وبعد كده هنا بقى لتخديعة التانية اللي هي بالسمنة. جبت قطعة زبدة حلوة كده، ورحت نازلة بيها وعليها حبة زيت وسيحيها. وروحي نازلة ببقية البصل اللي عندك يا قمراية انت وهي اهو. عشان ده بقى لتخديعة الخضار. للخضار احنا عملنا الاولانية للمحشي والتانية للخضار. بصوا هنا بقى الإيدام بتاعها طلع على الوش ازاي الزيت. هتبلها بقى شوية ملح وفلفل وبهارات، وتحطي كمان بهارات محشي. وهنا بقى التخديعة التانية بتاعت بتاعت الخضار يا جماعة، اللي هي بالزبدة اهو. لما برضو البصلة تدبل كده اهو، هروح نازلة بالطماطم بتاعتي اهي، وابتدي اقلب واسيبها برضو تتسبك. آه ما احطش عليها اي توابل. ده الإدام بصوا بقى هنا بتاعت المحشي يا جماعة اهو. اهو بتاعت المحشي انا حطيت بس، تحطي بس معلقه سكر وحبه ملح بس. ما تبهريش الا لما تطلعيها علشان تحشي بيها. وتحطي بقى كل كيس فيه المقدار بتاع الحشو بتاعك اللي انت، طبعا انت واسرتك عارفه بتعملي قد ايه، تعملي بالمقدار بتاعه اهو. هتعملي كتير تعملي قليل حسب ما انت بتستخدمي التخديعه طبعا يعني العادي بتاعك اهو. انا بحب اعمل كيس كبير كده عشان بنعمل حله حلوه اهو. وتروحي ربطاه. حسيته قليل شويه، قلت احط كبشه ولا كبشتين تاني. وبتاعتي كده اربطه بقى ربطه حلوه واركنه. دي تخديعه يا جماعه المحشي. طيب وبعد كده يا ست البنات هروح جايبه بقى، او انا عملوا معايا بسم الله ما شاء الله 2 4 6 كيس تخديعة محشي حلوة. اول رمضان تنفعني، والقوطة رخيصة انتهز الفرصة، وما تعباش في الكاسة لما تبرد خالص. هنا بقى السمنة الإيدام برضو طلع على الوش وتسبكت، وبرضو ما حطيتش عليها اي توابل خالص. تنفعك بقى اللي بتعملي بسلة، تنفعك بتعملي بامية، تخديعة اي خضار، لوبيا، فاهماني اهو. تبقى جاهزه معاكي. ليه بقى يا جماعه؟ عشان طبعا رمضان كل سنه وانتم طيبين، للعباده مش للاكل. يبقى حاجاتنا جاهزه في قلب الفريزر او ديب فريزر، ونتفرغ للصلاه والصوم وقرايه القران. وربنا يتقبل مني ومنكم باذن الله صالح الاعمال، ويعود علينا وعليكم بالف خير يا رب.
هنا برضو بعمل على قد الطبخة. خدوا بالكم التخديعة دي تقيلة وانت لسه هتزودي شوربة، فانا بحط كبشتين في كل كيس بس اهو. وحسب برضو مقدار ما انت بتطبخي، عارفة كميتك قد ايه تشيلي في الاكياس. هنا بقى خلصت يا ست البنات الست اكياس تخديعة للمحشي، وهنا طلعوا حوالي 9 اكياس معايا للخضار. ودي بقى كمان في عندي الطماطم اللي هي الصافي اللي انا صلصلتها كده يا جماعة مع الطماطم اهي. وكان ده الشكل بقى النهائي. بسم الله ما شاء الله. انتهز الفرصة، الطماطم رخيصة، انزلي ان شاء الله كل ما تجيبي 2 كيلو وتعمليها، واترككم في رعاية الله وامانه.